هنعمل النهاردة خلية النحل من أكتر المخبوزات المحبوبة، وكل الأطفال بيحبوها وبيطلبوها كتير. هشة وطرية واقتصادية بمكونات كلها من في البيت. تنفع تعمليها حادق أو تعمليها كمان حلو بالمكسرات أو الشوكولات. تنفع تعمليها عشاء خفيف أو تعمليها برضو وجبة فطار أو في اللانش بوكس. لو أول مرة تشوفونا ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك وشير. يلا بينا نبتدي كلامنا بالصلاة على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنحضر معانا الخميرة. هنجيب معانا كوباية لبن تكون دافية، هننزل عليها بمعلقة سكر وعليها كيس خميرة خاص بالمخبوزات. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، نحطها على جنب على أساس إن الخميرة بتاعتنا نختبرها، نتأكد الأول إن هي صالحة معانا عشان العجينة ما تبص. هنجيب الدقيق بتاعنا. أنا مستخدمة 5 كوبايات مج الشاي، مقدار مج الشاي. وهنخله كويس جدا. كل ما ننخل الدقيق كل ما العجينة معانا تطلع معانا هشة وحلوة. على الأقل ننخلها مرتين، أنا كنت نخلها مرة. هنخلي ال5 كوبايات دقيق بمقدار مج كوباية الشاي، هنخلتهم مرتين. هنزل عليهم بربع كوباية زيت زيتون أو زيت عادي، أنا مستخدمة زيت زيتون. لو عندك زيت عادي مفهوش أي مشكلة. نبسسهم كلهم مع بعض لما يدخل الزيت في الدقيق. بعد كده الخميرة بتاعتي طلعت ناجحة جدا وقبت معانا وخمرت حلو. هنبتدي بقى نعجن العجينة بتاعتنا وهنعجنها كويس جدا. ولو احتاجنا تاني ان احنا نزود لبن تمام نزودها. لو ما عندناش لبن نزود مية، وتكون مية دافية عشان ما نبوظش مننا الخميرة اللي في العجينة وتخمر معانا بسرعة. العجينة بتاعت خلية النحل بتحتاج ان هي تتخدم كويس جدا ونعجنها كويس. مش قادرة ان احنا نعجنها، ممكن نعجنها في العجان، بس يفضل ان انا بعجنها في ايدي. اخدت بالظبط حوالي 10 دقايق او 5 7 دقايق ان انا عجنتها بيه. هي كده العجينة بقت مظبوطة وبقت طرية معايا وتمام. في الوقت دوت انا شغلت الفرن، دفيته وطفيته عشان دلوقتي الجو ساقع، فما تحتاجش ان انا اخد وقت كتير عشان تخمر. بس انا في الخطوة ديت كده هي خمرت بالظبط معايا في حوالي نص ساعة بالظبط. كانت خمرانة معايا وكانت تمام. ان انا شغلت الفرن وطفيته. لما بقى دافي كنت انا خلصت عجن العجينة دافي، رحت جايه مدخلاه جوه الفرن. هقطع بقى العجينة على كور صغننة او على حسب الحجم اللي تحبوه، عايزين تبقى كبيرة او صغيرة. بس كده ده تمام. واحاول على قد ما اقدر ان الكور كلها تبقى متساوية. هجيب الصينية اللي انا هستخدمها، هديها مسحة زيت من تحت او ورق زبدة. هاخد كورة كورة وافردها، وبعد كده هحط من جواها حشوة الجبنة. وبعد كده هقفلها بالشكل ده بالظبط عشان تتقفل معايا وما يطلعش منها الجبنة في السوا ولا اي حاجة. وابرمها من تحت كويس على اساس ان ما يطلعش مني الجبنة فيها. وابتدي ان انا اشكلها، هحط الكرة في النص والف عليها دواير لما تاخد معايا شكل الدواير كلها تبقى شكل خلية النحل بالظبط. وممكن ان انا اخد العجينة وافتحها كده وانا دايرة كده وانا مسكتها على ايدي، واحط العجينة في النص وابتدي تاني ابرمها واقفل عليها واقفلها دايرة برضو. وابرمها من تحت كويس عشان ما يخشش ما تطلعش منها الجبن. واحطها كلها كده جنب بعض على اساس ان اخدت معايا. وهغطيها بالظبط ربع ساعة او 10 دقايق ان هي تخمر معايا تاني. طبعا انا معايا المطبخ كده كده دافي. اجيب بقى بيضة ومعاها 3 معالق لبن ومعاهم الفانيليا، وهقلبها كويس جدا. ودوت الدهان اللي هدهن بيها معايا وش العجينة. هدهنها كويس جدا بالخليط اللي معايا. وحطيت عليها فانيليا كمان عشان يضيع منها ريحة الزفارة. هرش عليها بقى من فوق سمسم، ولو عايزين حبة بركة تمام، مفيش مش مشكلة. المتوفر عندك ترشيه عليها من فوق. بس هي سيبها كده لما تخمر كويس شوية، بس تخمر تاني هدخلها الفرن نص ساعة. الفرن اشتغل عليها والمروحة شغالة على حرارة 180. استوت كويس جدا وكانت مظبوطة وهشة وطرية، وكانت الريحة بتاعتها فوق الخيال. طرية جدا وهشة، والأولاد بيطلبوها كل يوم. شوفوا الجمال. وممكن كمان تحشوها حلو، تحشوها بالمكسرات أو تحشوها شوكولات. مش لازم ان احنا نحشيها بس حادقة، هي حلوة وحادقة. فكرة حلوة جدا واقتصادية وسهلة جدا. ممكن نعملها في الفطار أو نعملها في العشاء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وشير. وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.